كنا سهرانين أنا وأصحابي البنات عند صاحبتنا نورة، السهرة اللي متعودين عليها كل ويك إند. بس بسبب الملل قررنا نعمل كارثة اليوم ده، وهي إننا نحضر روح عن طريق تطبيق السناب شات. وفعلا عملنا كده. في البداية مفيش حاجة غريبة حصلت، بس فجأة واحدة فينا اتفزعت ونطت من مكانها، وده لما بصت على انعكاسها في كاميرا السناب شات، واللي شفناه خلى قلبنا هيقف. كان المفروض تبقى ليلة عادية جدا، سهرة بسيطة عند نورة في بيتها. أنا وسالي كنا معاها، أهلها مسافرين الويك إند، فقالت نستغل الفرصة ونسهر فوق في الأوضة اللي في السطح. الأوضة دي كانت مريحة جدا، كلها مخدات وأنوار خافتة وشموع ريحتها حلوة. كنا بناكل فشار ونتفرج على التيك توك وبنضحك على ميمز تافهة. ليلة جمعة عادية جدا، لكن تقريبا نص الليل الكهرباء فصلت. نورة بسرعة ولعت شوية شموع، وساعتها الجو اتغير تماما. الضوء كان بيتحرك على الحيطان والأوضة بقى شكلها غريب ومريب. كلنا سرحنا شوية وبصينا في الشموع لحد ما نورة قالت فجأة: ايه رأيكم نعمل حاجة مرعبة؟ سالي بصت لها وقالت بخوف: زي ايه؟ نورة ردت وهي مبتسمة: ايه رأيكم نعمل عملية استدعاء أرواح؟ كلنا بصينا لها باندهاش، والحقيقة إننا ما كانش معانا حاجة زي لوحة الويجا، ومحدش فينا كان عارف أصلا استدعاء الأرواح ده بيتعمل إزاي. لكن أنا رديت وقلت بسخرية: طب إيه رأيكم نستدعي روح سارة بس عن طريق السناب شات؟ نورة ضحكت وقالت: إيه سناب شات؟ أنا شفت بص على ريدت ناس استخدمت صور لناس متوفية علشان يستدعوا روحهم، وقالوا الطريقة اشتغلت فعلا معاهم. وقتها حسينا إن الجو بقى أكثر رعب. أساسا اسم سارة لوحده كان كفيل إنه يسبب لنا فزع. سارة كانت بنت في آخر سنة عندنا في المدرسة، اتوفت في حادث بشع من شهر بس. كانت سايقة عربيتها بسرعة جنونية، وكانت فاتحة السناب شات وبتصور نفسها وهي سايقة بالسرعة الجنونية دي. لكن بسبب تهورها سيارتها خبطت في حاجز خرسان وماتت فورا. بيقولوا إن راسها لفت في اتجاه غريب جدا، والأبشع من كده إن موبايلها فضل مشغل البث المباشر اللي كانت فاتحاه بعد ما ماتت. في ناس شافوا البث ده قبل ما يتشال وقالوا إنهم لمحوا انعكاسها في إزاز الشباك بعد الحادثة كأنها كانت لسه حية. سالي قالت بخوف: ده مش مضحك أبدا. وبسبب الفضول والملل اللي كنا فيه قررنا إننا لازم نجرب. قعدنا في دايرة، وكل واحدة فينا فتحت السناب شات الخاص بيها ووجهت الكاميرا ناحية أكتر ركن مظلم في الغرفة. انعكاس الشموع على الحيطان كان شكله مريب، واتفقنا نقول بصوت واحد: سارة لو سمعانا احضري وسطنا دلوقتي. فضلنا كده دقيقة تقريبا لحد ما سالي فجأة صرخت وقالت: ايه ده؟ الفلتر عندي فيه حاجة غلط. بصينا في موبايلها ولقينا الفلتر اللي كانت مشغلاه كان ظاهر، بس مش على وشها، إنما على وجه تاني وراها، وجه ما كانش ظاهر. وبعدها اختفى، وبعدها تاني بلحظات رجع للمرة التانية، بس المرة دي الفلتر كانت ودانه طويلة جدا، لسان كان رمادي غامق. نورة في اللحظة دي قلبت الكاميرا على نفسها، وقتها شفناه وجه تاني ظاهر جنبنا، وجه نحيف جدا باهت شاحب. نورة لفت بسرعة وراها وقالت بصوت مرتجف: في حد هنا؟ أنا كنت موجهة الكاميرا على المراية اللي جنب السرير. المراية كان فيها شرخ صغير جدا، بس أنا متأكدة إن شفت حاجة بتتحرك في الانعكاس بتاع المراية. وفجأة سمعنا صوت أكن حاجة انفجرت. الشباك اتفتح لوحده والهواء دخل جوه الأوضة بعنف. ساعتها موبايلي صور صورة من نفسه. أنا متأكدة إن أنا ما دوستش على زرار التقاط الصورة. اتجمعنا كلنا حوالين الموبايل. الصورة اللي الموبايل صورها كانت للمراية، وكان في وجه تاني باصص لينا في انعكاس المراية، بس الملامح ما كانتش بشرية أبدا. العينين ضخمة جدا، وكان على وجهها ابتسامة مرعبة. صرخت: كفاية كفاية، اقفله، خلينا نوقف ده فورا.
لكن قبل ما نتحرك نورة بدأت تتمتم بكلام مش مفهوم، وصوتها بدأ يتغير، صوتها بقى أشبه بصوت راجل، وبعدين بدأت تضحك ضحك هستيري، وجسمها كان عمال ينتفض، وعينيها كلها اتحولت للون الأبيض. سالي حاولت تهزها، حاولت تفوقها بأي طريقة، بس نورة كانت في عالم تاني. شفت شفايفها بتتحرك، بس الصوت اللي طالع ما كانش متزامن أبدا مع حركة شفايفها، جسمها كله بيرتجف. أنا طفيت الشموع وسالي شغلت فلاش الموبايل علشان تخرجها من الحالة اللي هي فيها، بس مفيش فايدة. نورة وقعت على الأرض، جسمها بدأ يلتوي، سمعنا صوت العظم وهو بيتكسر، لكنها ما كانتش بتصرخ، كأنها مش حاسة بالألم، ووشها كان عليه نفس الابتسامة البشعة، كأنها مش هي. راسها خبطت في الأرض بقوة، وجسمها سكن وما اتحركش. اتصلنا بوالدتها، وبرضه اتصلنا بالشرطة فورا، ونقلناها المستشفى. والحمد لله بالرغم من كل اللي حصل لها، بس قدرت انها تنجو بحياتها. صحيت تاني يوم كأن ما فيش اي حاجة حصلت، وحتى هي ما كانتش فاكرة اي حاجة، بس وشها كان شاحب جدا، وقالت انها حاسة ان في حد بيراقبها. تقرير الطبيب قال انها سليمة 100% وما فيش اي حاجة، وحتى ما فيش كسور ولا اي خدش في جسمها. اتفقنا كلنا ما نتكلمش في الموضوع ده تاني، لان حتى لو اتكلمنا ما فيش اي حد هيصدقنا. لكن بعد 3 أيام للأسف جالنا خبر وفاة نورة. أمها قالت إنها لقيتها في غرفتها، كان وشها عليه ملامح رعب وفزع، كانت فاتحة بقها على الآخر إنها كانت بتصرخ. كانت على الأرض متجمدة في مكانها، الموبايل كان جنبها، وتطبيق السناب شات كان مفتوح. الكاميرا كانت بتصور السقف، وفي آخر صورة كان في وجه غامض باين، نفس الوجه اللي شفناه في المراية لما كنا بنحضر الروح. كنت فاكرة ان دي النهاية، لكن للأسف لأ. من يومين الساعة 3 الفجر موبايلي رن، كان إشعار من السناب شات. كانت سالي بعتالي صورة، الصورة كانت لغرفة مظلمة، الكاميرا مركزة على ركن معين في الغرفة، وفي الركن ده كان فيه كيان واقف وبيبص ناحية الكاميرا. اتفزعت وفورا مسحت الصورة ورميت الموبايل بعيد، بس من ساعتها وانا بسمع همهمات غريبة في وداني وانا نايمة، بشوف تشويش في الشاشة، واوقات الفلتر بيظهر في الهوا جنبي زي ما حصل قبل كده. انا بطلت افتح تطبيق السناب شات، بس ما قدرتش امسحه لان حاسة انها عايزة كده. دي اكيد روح سارة اللي بتطاردنا، يمكن لما كناش ازعجناها من الاول ما كانش كل ده حصل. ومعرفش الايام اللي جاية مخبية لي ايه، بس حاسة انها هتكون نهايتي. أنا شغال مدرب لياقة بدنية في إحدى الشركات، الوردية بتاعتي بتبدأ من الساعة 6 لحد الساعة 3 الصبح. صحيت بدري اليوم ده وحضرت فطاري، وبعدها حضرت الغدا اللي هاخده معايا الشغل. أخدت شاور ولبست لبس الشغل ونزلت، ركبت العربية اللي هتوصلني لحد مقر الشغل بتاعي. المبنى كان في الدور ال15. وصلت هناك حوالي الساعة 5 الصبح. نزلت قدام المول وعديت من الكوبري اللي بيوصل المول بالمبنى. أول ما وصلت طلعت بالأسانسير للدور ال15، وقعت على دفتر الحضور عند الأمن ومسحت الكارت بتاعي عند البوابة ودخلت الجيم. بس بمجرد ما وصلت الشغل لاحظت حاجة غريبة، وهي إن التلفزيون كان شغال، وده مستحيل لأن المفروض بيتقفل كل يوم بالليل قبل ما نمشي. رحت للأمن وسألتهم مين شغل التلفزيون؟ قال لي معرفش يا كابتن، احنا لسه ملاحظينها دلوقتي حالا. بعدت على الجروب الخاص بالمدربين أسأل المدرب اللي كان قبلي هو انت نسيت تفصل التلفزيون قبل ما تمشي؟ رد عليا بعدها بثواني وقال لا انا متأكد اني قفلته بنفسي. ساعتها وجه حارس الامن اتبدل، حسيت انه بقى شاحب. قال لي احنا رجعنا الكاميرات واكتشفنا حاجة غريبة جدا، التلفزيون اشتغل لوحده. سكت. بصراحة الكلام خوفني بالرغم انه غير منطقي ابدا،
والتلفزيون ده اصلا ملهوش ريموت، بيفتح بزرار موجود ورا الشاشة نفسها، يعني لازم تضغط على الزر ده بايدك علشان يفتح، يعني مفيش احتمال انه يكون اشتغل من تلقاء نفسه ابدا. بصراحة حاولت مديش للموضوع اهمية وكملت شغل عادي. قبل ما ابدأ ورديتي بنص ساعة قررت اعمل التمرين اليومي اللي انا متعود عليه. بعد ما خلصت التمارين والمجهود اللي عملته جسمي كان كله عرق. رحت اخدت شاور وانا تحت المية سمعت صوت اكن حد بينده عليا. الصوت كان هادي اشبه بالهمس. وقتها افتكرت اني لوحدي تماما في الجيم، بس قلت يمكن انا بيتهيألي او حاجة. وبعدها بلحظات الصوت اتكرر، بس المرة دي كان اعلى واوضح من المرة اللي فاتت. والمرة دي سمعت حاجة خلت الدم يتجمد في عروقي. كريم. قلبي وقف. طلعت من الحمام بسرعة، المية كانت بتنزل من شعري ومن جسمي. لبست هدوم بسرعة وايدي بترتجف. قعدت على المكتب بحاول اهدى وتمالك اعصابي. حاولت اهدي نفسي وقلت اكيد ده من الضغط اللي عليا الفترة اللي فاتت واني ما برتاحش كويس. الساعة وصلت 6 الصبح وبدأ الزباين يدخلوا. واحد من اللي بيتمرنوا عندي في الجيم قال لي مالك وشك ابيض ليه كده؟ قلت له انا متردد. قول لي بصراحة انت مؤمن ان المكان ده فيه ارواح؟ بص لي بثقة وقال اكيد في واحدة من موظفات الكول سنتر هنا ماتت بسكتة قلبية، ومن يومها الناس بتقول ان في حاجة غريبة في المكان، واحيانا بيسمعوا حد بينده عليهم باسمهم. كمل كلامه وقال لي ناس كتير بتسمع أصوات أبواب بتتفتح وتتقفل لوحدها، أجهزة بتتحرك. وأنا شخصيا حصل لي موقف غريب. كنت بعمل تمارينة البطن وفجأة حسيت إن حد مسكني من رجلي، ولما بصيت ما لقيتش حد. سكت لحظات وبعدها بصلي وقال لي خلي بالك لما تكون في الجيم لوحدك. من ساعتها وأنا جسمي كله مقشعر. الكلمة دي فضلت في دماغي بتتردد طول الليل، وكل ما افتكر الصوت اللي ندهلي بسأل نفسي لو الروح دي لسه هنا ممكن ترجع لي تاني. كان عندي 24 سنة وسكنت في شقة لوحدي لأول مرة. الإيجار كان رخيص والمكان شكله هادي. مبنى مكون من 6 أدوار، في أكتر من شقة. بس الغريب عمر ما كنت بشوف أي حد من جيراني اللي في العمارة دي، ولو صادفت حد في الممر ما بيبصش حتى ناحيتي كأنهم مش شايفيني. وفي يوم وانا نازل اشتري حاجات من السوبر ماركت كنت ماشي في الممر علشان اركب الاسانسير، لاحظت ان واحد من ابواب الشقق مفتوحة. بصراحة الفضول كان اقوى مني وقربت من الباب. بصيت جوه لقيت مجموعة ناس قاعدين حوالين ترابيزة طويلة وبياكلوا. بس الغريب ان النور مطفي وما كانش في صوت غير صوت خفيف جدا، وهو كان صوت المعالق وهي بتخبط في الأطباق. الستاير مقفولة والمكان كله غرقان في العتمة. قبل ما الحق استوعب اللي بشوفه فجأة الباب اتقفل في وشي. قلبي وقع. قلت يمكن الهوا اللي قفله. قررت اتناسى الموقف ونزلت اجيب الطلبات. ولما رجعت واول ما الاسانسير فتح على الدور اللي انا ساكن فيه جسمي اتجمد في مكانه. كان في ناس واقفين قدامي، مجموعة كبيرة وشوشهم شاحبة، عيونهم شاردة. بس في حاجة غريبة، كانت عيونهم كلها غضب. واقفين وبصلي ومحدش فيهم بيتكلم ولا بيتحرك. حسيت ان الهوا حواليا بقى تقيل. واحد منهم قرب مني وقال بهمس اعزمنا. الكلمة دي كانت بالكاد مسموعة، بس كانت شيطانية كفاية انها تخلي رجلي ما تشيلنيش. ابتسمت ابتسامة مزيفة وحاولت أعدي من جنبهم. وأنا معدي شميت ريحة بشعة، ريحة عفن، زي ما يكون ريحة جثث ميتة ومتحللة بقالها فترة. عدت من جنبهم بسرعة. بعد ما عدت منهم بصيت ورايا، الأسانسير قفل وكلهم اختفوا. الليلة دي معرفتش أنام، فضلت مستني صوت أو حركة أو أي حاجة، بس كان في سكون غريب، سكون مش طبيعي. بعد كام يوم وانا راجع من الشغل لقيت عربيات شرطة قدام العمارة. الضابط وقفني عند باب الشقة اللي كنت شايفها مفتوحة قبل كده وقال لي
الراجل اللي ساكن هنا ما دفعش الإيجار بقاله أسابيع، ما تعرفش عنه حاجة. صاحب العمارة بيحاول يخبط عليه كتير بس مفيش أي استجابة منه. وطلعت ريحة بشعة من الشقة دي، ولما كسروا الباب لقوا منظر ما يتوصفش. كومة أحذية عند الباب أكتر بكتير من عدد السكان اللي في الشقة. هدوم كتير مرمية في كل مكان، كأن الناس اللي كانوا لابسينها اختفوا فجأة. وفي النص كان في ترابيزة طويلة، هي نفس الترابيزة اللي شفتها قبل كده، والأكل لسه عليها متعفن. العفن مغطي الأطباق، مفيش أثر لأي حد من اللي كانوا ساكنين في الشقة، وحتى جثثهم ملهاش أثر. وعلى الحيطة كان مكتوب بالدم: شكرا إنك عزمتنا. والراجل اللي كان ساكن في الشقة دي عمرهم ما لقوه أبدا، ولا حد يعرف هو مين أصلا. من وقتها كل مرة بعدي من قدام الباب ده بحس نفس الإحساس، ودايما عندي سؤال واحد بيتكرر كل شوية: مين الناس اللي شفتهم قاعدين في الضلمة؟ ومين اللي قابلتهم عند الأسانسير؟ ويا ترى كان قصدهم إيه بكلمة اعزمنا؟